الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله يلعب منتخبنا القومي الساعة 10 مساء مع الرأس الأخضر كاب فيردي في ماتش مهم جدا. أكون أو لا أكون. التشكيل المتوقع ان شاء الله: في الجون حراسة المرمى الشناوي، الباكات من اليمين للشمال عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح في الشمال. خط النص: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور. الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، مصطفى محمد. راس حربة: عمر مرموش في الجناح الشمال. و ولعله فاق لحسن ان الكابتن محمد صلاح سافر الى انجلترا عشان لعيبة المنتخب بتوعنا يتحرروا من اي ضغوطات بسبب محمد صلاح. ونتمنى ان اللعيبه بتاعتنا تلعب بقلب جامد واثق. احنا منتخب مصر، منتخبنا ما بيقفش على حد. اللي صلاح عمله ده يعني الزمن هو اللي هيحكم عليه فيه، انه يسيب المنتخب في مباراة المجموعة ويمشي. دي يعني ما حصلتش قبل كده معانا ابدا ابدا. محمد شناوي في البطولة اللي فاتت هو ما سابش المنتخب، كان مصاب، ما رضيش يروح للنادي الاهلي في بطولة كاس العالم، واستمر مع زمايله في المنتخب حتى وهو مصاب ما بيلعبش. فضل مع زمايله كأحد كباتن الفرقة و... وربنا يكرمنا النهاردة ان شاء الله ونعمل نتيجة كويسة. وارجو ان احنا نفوز ان شاء الله، لان الفوز هيوصلنا ل5 نقط، نبقى ناخد المركز الثاني. لكن التعادل هيبقى عندنا 3 نقط. لو غانا كسبت هتبقى هي الاول واحنا الثالث. فنتفرج على الماتش الساعة 10 مساء ان شاء الله، مع التمنيات بالتوفيق والفوز لمنتخبنا القومي. ونتقابل بعد الماتش ان شاء الله، نهني بعض باذن الله. سلام عليكم.